بعد فوز الهلال السوداني على القطن الكاميروني اليوم في مجموعة النادي الأهلي ووصوله للنقطة رقم 6، وأيضا فوز المريخ السوداني على شباب بلوزداد في مجموعة نادي الزمالك ووصوله للنقطة الرابعة. النهاردة بإذن الله تعالى هنتعرف على حظوظ النادي الأهلي والتشكيل المتوقع والأنسب اللي بإذن الله تعالى هيقدر يفوز بالنادي الأهلي، وعلى الجانب الآخر نادي الزمالك في موقعة رادس اللي بإذن الله تعالى هتكون في موعد السادسة بتوقيت القاهرة. أما عن النادي الأهلي هيكون مباراته على ملعب السلام. فقبل ما اتكلم في كل حاجه ادعوكم الى الصلاه على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولاول مره بتابعونا اتمنى من كل قلبي تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يصلك كل جديد باذن الله تعالى. سؤال حلقتنا قبل ما نتكلم في كل حاجه: ما هي توقعاتكم لنتيجه الاهلي والهلال السوداني على ملعب السلام؟ وتوقعاتكم لنتيجه الزمالك والترجي التونسي اللي باذن الله تعالى هتقام قبل مباراه النادي الاهلي غدا. النهارده قلق عند الاهلاويه وقلق عند الزملكاويه، وكل واحد فيهم ماسك الاله الحاسبه وشغال على الحسبه. ويا ترى بعد فوز الهلال ايه اللي هيحصل، وبعد فوز المريخ ايه اللي هيحصل؟ ناس كتير عماله تقول المجموعه اتحسمت، الهلال 6 وصن داونز 6، والناحيه التانيه ناس تقول الترجي هو في المقدمه، واما شباب بلوزداد او المريخ السوداني. البعض بيقول برضو اي تعثر للاهلي او اي تعثر للزمالك اكيد كده هيكون باي باي افريقيا. لا، النهارده الفيديو ده فيه كلام كتير ولازم نتوقع مع بعضنا ايه النتائج لا قدر الله لو تعادلنا او لا قدر الله اتغلبنا. انا عايز اقول لك بس الصن داونز والهلال لعبوا عن النادي الاهلي فرق مباراتين، الاهلي لعب مباراه واحده وصن داونز لعب دي الثالثه ليه، والمريخ الهلال السوداني عفوا لعب ايضا المباراه الثالثه اللي كانت النهارده واستطاع انه يحقق فيها الفوز. الهلال كسب 2 وخسر واحده، الاهلي خسر واحده، صن داونز كسب 2. فالنهارده صن داونز هيجي لك القاهره وهو بالمعنى اصح حاطط رجل على رجل، بمعنى عايز يضغط عليك انت علشان يلعب على المرتده، وحاول انه يعطلك او يطلع بنقطه على الاقل من القاهره. لكن هل النادي الاهلي عنده الاستعداد انه يفرط؟ دي الاجابه اللي كلنا هننتظر فيها رجاله النادي الاهلي بكره باذن الله تعالى. كولر وتعليماته وضغطه على اللعيبه، وما ينفعش نضيع بونت غير اللي ضاع مننا في السودان، 3 بونت حرام يضيعوا. لكن كل اللي نقدر عليه بدعوات 80 مليون مصري او 100 مليون كلهم مصري هيشجعوا ويقول يا رب يا عالي انصر الاهلي الغالي. النهارده بنحاول نقول التشكيل المتوقع باذن الله تعالى للنادي الاهلي. من وجهه نظركم ايه؟ انا هنتظر في التعليقات، على عكس ما انا اقول التشكيل بتاعي المتوقع. يعني انا بحاول اسجل لكم الفيديو ده معذره معذره معذره، يعني هدوء الليل وما على ان في الشارع بس حاجه غصب عننا مش عايز اقول الكلاب وما ادراك بالكلاب، حاجه ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم منها يعني. فانا بعتذر لو الصوت ظاهر، يعني اكتر من كده عدت الفيديو والله كام مره، لكن ما باليد حيله، فسامحوني لو في صوت غير الصوت ده ظاهر. طيب نروح بقى للنادي الاهلي. الشناوي يا رب يكون التوفيق معاه، ويا رب يحالفه نصيب كبير جدا جدا، وما نشوفش مهاجمين صن داونز خالص. اما عن خط الدفاع فاتمنى من كل قلبي ان كولر يظبط خط دفاعاته، يعني محمود متولي وعبد المنعم، معلول ومحمد هاني، عندك ديانج وعمرو السلية، او لو حمدي فتحي موجود. غير كده بقى الشحات واحمد عبد القادر، وهيكون قفشه وقدام منه محمد الشريف. ده اللي اتوقعه. انا نفسي اخلي كهربا بديل، وان كان معاه البودلة اللي بينزلوا بيرستو في الاخر وطاهر محمد طاهر. المهم على كده الحالات ان شاء الله نتمنى التركيز يكون محالف النادي الاهلي. نروح لمباراه الزمالك برضو اللي البعض فيها بيقول الزمالك هيودع افريقيا. الزمالك لو كسب الهلال، لو كسب عفوا الترجي هناك، اكيد الوضع هيتقلب 90 درجه. هيكون الزمالك عنده 4 نقط زيه زي المريخ السوداني، وبالتالي هيكون شاب بلوزداد 3 نقط، فهيتغير الحال بقى، وهيبقى الزمالك له مباريات في القاهره يقدر يعني على الاقل على الاقل ياخد الستة بونت اللي فاضل في القاهره على الاربعه يبقى 10. هناك يلعب بقى شاب بلوزداد ويقدر على الاقل يطلع ببونت يبقى معاه 11 نقطه. وكذلك النادي الاهلي، يعني ما فيش يا جماعه حاجه اسمها يوم الوداع غدا، لا باذن الله هيقدر كل فرقه تسعد جماهيرها. وانا بعتذر جدا على لو في اصوات خارجيه ظهر عن صوتي في الفيديو، فانا هحاول ما اطولش عليكم. دعواتنا ويا رب يا عالي انصر الاله غالي. اشوف الفيديو القادم ضمن دفاعات الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.